بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده يا جماعه اللي هكلمكم فيه هو عن حاجه مهمه جدا جدا، ويمكن اتكلمنا فيها في فيديو قبل كده وقلنا يا جماعه بلاش نعمل الخطأ ده، لان احنا ممكن نروح لفني قليل الخبره وعديم الضمير ممكن يؤدي معايا للمشاكل او الاسباب اللي ممكن تضر بسبب فكره غبيه او فكره متخلفه من صنايعي عديم الضمير وعديم الخبره. طبعا انا ما بشككش في صنايعي او ما بذكرش اسم صنايعي، لكن يا جماعه الحاجه اللي احنا هنشوفها دلوقتي دي طبعا ضرت المحرك بالشكل اللي احنا هنشوفه مع بعض، وده هنقول ايه نتيجته وايه اسبابه وايه الضرر اللي ممكن يحصل بسبب خطأ بسيط جدا ممكن يضر لي الفرغة الموتور بالشكل اللي احنا هنشوفه ده. طبعا يا جماعه المكنه دي كانت الكتينه المفروض ان هي عايزه تتغير. الميكانيكي طبعا لحم مسمار في جزئيه بلف الكتينه، لحم صاموله بالشكل اللي احنا شايفينه ده في بلف الكتينه. طب ده ايه لازمه اللحام اللي هو موجود في بلف الكتينه ده؟ طبعا اللي انا هنتكلم فيه دلوقتي برضو في الفيديو وهنشرحه، وده طبعا ايه اضرار اللي ممكن تتأدى بسبب لان الكتينه محتاجه تتغير، ورحت الفني عاوز يحسسني لانه هو عاوز يخدمني، بس بالعكس يا جماعه ده ما فيهاش خدمان، لان الحديد ما بيتخدمش. الحاجه اللي محتاجه تتغير دي من لازم اللي هي تتغير علشان ما تضرليش او ما توصليش للمرحله اللي احنا هنشوفها مع بعض دلوقتي. ده طبعا الصاموله اللي ملحومه في بلف الكتينه، وده طبعا فرغة الموتور. طبعا الكتينه يا جماعه خرطت مكان فرغ الموتور بالشكل اللي احنا شايفينها دي، لان الكتينه هوت خالص وبالتالي الكتينه باظت، فراح الفني لاحم الصاموله علشان اللي هو يضغط على الكتينه اكتر، وبالتالي ما يحصلش معايا عمليه صوت في داخل المحرك. لكن بالفعل ده يا جماعه من اكبر الاخطاء اللي ممكن تضر معانا المحرك. طبعا الكتينه كلت في فوارغ الموتور، فخد الموتور زي ما احنا شايفينها دي يا جماعه. الجزئيه دي كده بتبقى كامله، المفروض ان هي بتبقى كامله. طبعا حصل تآكل من الجنبين، زائد بقى لانها خرمت فرغه الموتور بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يعني الكتينه فضلت تحك في جزئيه الموتور لحد ما كلت فرغه الموتور وضربت معايا زيت في الجزئيه اللي احنا شايفينها دي. بص هنا مع بعض، شايفين يا جماعه الجزئيه اللي تحت دي نفس ما احنا شايفينها كده. فاصبح ان الجزئيه بتاعت فرغه الموتور اتكسرت من كتر الاحتكاك اللي هو في المحرك. طبعا دي شفه خارجه لبره، الجزئيه دي اللي هي العريضه دي جزئيه خارجه لبره، دي داخله لجوه، فاصبح التآكل في الجزئيه دي كلت معايا فرغه الموتور. طبعا ده من اكبر الاضرار بسبب اللحام، وبسبب لانه مش مركب جريد الكتينه في جريده او شداد كتينه الفبر بيركب في الجزئيه الداخليه بتاعه السلندر علشان تمنع اي احتكاك في الجزئيه دي. ده اول خطأ. طيب نبص هنا مع بعض يا جماعه، من كتر الاحتكاك شايفين هنا الرايش اللي هو التاكل من الفرغ الالومنيا، شايفين هنا طالع في قلب الجزئيه طالع عامل ازاي يا جماعه. طبعا ده كله داخل على الحدافه، وده كله بيضر معايا المحرك وبيضر معايا جميع اجزاء المحرك من الداخل زي ما شفنا كده يا جماعه. ده كانت باضرار الكتينه، جزئيه الكتينه. طيب ده جلد او شداد الكتينه الفبر. طبعا ده يا جماعه زي ما احنا شايفينه كده طالع معدوم خالص، زائد لان الجزئيه بيبقى فيه شمال ويمين، الجزئيه اليمين مش راكبه نهائي في المحرك، فبالتالي بيحصل معايا عمليه التآكل ده. طيب نبص مع بعض هنا على الكتينه فين يا محمد؟ الجزئيه دي كتينه. نبص هنا الكتينه اهي يا جماعه، خلاص هنا
ده طبعا جنزير الكتينه اللي هو المفروض اللي هو يتغير علشان ما يحصلش معايا عمليه تآكل في جزئيه الموتور وسبب الاحتكاك اللي انا بتكلم عليه ده. طبعا الكتينه بتكون مهويه، طول ما هي ماشيه يا جماعه بتفضل تاكل في الالومنيا. هي ان شاء الله ليها حل وهنرجعها كما كانت، لكن يا جماعه بلاش اللي احنا كتينه تكون فيها اي ضرر ونروح لفني يلحم لنا صاموله في بلف الكتينه ويقول لك ان انا كده بخدمك. بالعكس هو كده ما بيخدمكش، هو كده بيضرك. فده كان فيديو النهارده ليكم، وده فيديو يا جماعه توعيه ليكم، لان احنا اتكلمنا في فيديو قبل كده وكانت نفس المكنه نفس الموضوع المكنه دي، لكن ما كانش الفرغه اتكسرت او اتشرخت من التآكل بالشكل ده. فاحنا يا ريت اللي احنا زي ما قلت لو رحنا الفني وقال لان الكتينه محتاجه تتغير، يا ريت اللي احنا نغير الكتينه وما نكترش عليها، لان ده هتضر معايا فرغ الموتور نفس ما احنا شايفين كده. وبكده يا جماعه ده كان فيديو النهارده ليكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس.